السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن جزء جديد من امراض الدواجن، وازاي اعرف مرض الدواجن من الحمام بتاعهم. قبل كده قلت لكم في فيديو قبل كده ان الحمام بتاعهم لو ابيض جيري ماسك يبقى كوكسيديا، ولما يبقى ابيض جيري سايب يبقى حاجة تانية. ده بقى اسمه ايه الحاجة التانية دي اللي انا اقول لكم عليها؟ اسمه سالمونيلا. سالمونيلا. وبيجي منين؟ بيجي من الامهات اللي حاملة للمرض ده. يعني الام نفسها بتبقى عندها الفيروس بتاع السالمونيلا، فبيتنقل عن طريق مخرج الطاقة. يعني الدواجن بتيجي تبيض، فبتنقل الفيروس ده منها للبيضة اللي هي بيضاها، فأصبحت كده البيضة عندها نفس الفيروس اللي هو السالمونيلا. طيب البيضة أنا لما بنيجي بقى نعملها في المعامل والحاجات دي، بما إن البيضة شايلة الفيروس ده اهو، لو طلعت كتكوت برضو بيكون حامل للعدوى أو الفيروس اللي هي شايلاه. طب ده حاجة. احنا خلاص قلنا إن هي من الأم، أول حاجة من الأم. طب الحاجة التانية هي إيه؟ بتيجي منين؟ بتيجي من الحضانات. الحضانات اللي هي بتربى فيها الكتاكيت. لو الحضانة ده هي حاملة الميكروب أو فيها ميكروب، ده برضو بيسبب لها العدوى دي. وبرضو تلوث العلف والمية، لو في تلوث للعلف أو المية برضو بيجيب لنا السالمونيلا. حاجة تالتة برضو، لو في حشرات في المكان، سواء دبان ناموس حاجات من دي، انه بتنقل من مكان لمكان، فبرضو بينقل لنا الفيروس. ولو المكان فيه قوارض زي الفئران، زي عرس، زي اي حاجة من اللي هي بتبقى جاية من بره، زحفة من بره وجايانا، دي برضو بتعرض الدواجن اللي عندي او الكتاكيت اللي عندي ان هي تصيب بمرض السالمونيلا. لو عندي برضو حمام او عصافير او اي حاجه من اللي هي بتخرج تطير بره، لو انا حاطه مثلا في المكان بتاعي ده هو دواجن كتاكيت، وكمان معاها حمام على مش عارفه ايه، يعني شويه حاجات مع بعضها كده، معرض ان الحمام يخرج يطير بره وينقل العدوى يجيبها من بره، ويجي يعمل حمام في المكان ولا كده، والكتاكيت تنقر فيهم فبتصيب بالعدوى. بيتنقل منين كمان؟ القفاصات الموجودة عندي. لو أنا بربي في قفاصات أو في الأوضة نفسها لو فيها الميكروب، كان عندي كتاكيت قبل كده كانت اتصابت بالميكروب وماتوا، وأنا ما طهرتش المكان بعد منهم وعقمته ونضفته، برضو هيشيلوا نفس المرض وهيصابوا بيه. طب ايه بقى أعراض المرض؟ علشان أول لما أشوف الحاجات دي أو أي حاجة منها أعرف أقول إن هو ده هو السالمونيلا، واعرف اعالجها ازاي. من اول حاجه بلاقي الكتاكيت بتموت من غير سبب، مع اني واخده الاحتياطات اللازمه تماما، يعني انا عامله كل حاجه، بس الفراخ بتموت من غير سبب، والفرخه كان حلو وكويس. تاني حاجه، بلاقي الكتاكيت واقفه نايمه ومغمضه عينيها، يعني زي ما انا بقول كده ايه ده نعسانه، ولاقيها واقفه في جنب ومش راضيه تاكل ولا تشرب، وبتضعف كل مدى، بتضعف وبتخس وبتموت وما بتروحش ناحيه الاكل خالص. والاقي كمان جناحها مدلدل نازل منها مش قادره تشيله، بترفعه برضو ينزل منها تاني ومش قادره تشيله. دي تاني حاجه. حاجة تالتة كمان، ألاقي عندها إسهال أبيض ومتجمعة ولازق حول مخرج الطيور، يعني أنا أجي أبص لها من ورا كده ألاقيها كلها عبارة عن أبيض مجير كده ولازق عامل كلكعة كبيرة كده حوالين المخرج بتاعها. والاقي فيه صعوبة في التنفس، مش عارفة تتنفس، عمالين ياخدوا النفس مش قادرين، خلاص هبطوا من كتر الإسهال اللي عندهم، وخلاص ما عادش فيهم نفس، لا بياكلوا ولا بيشربوا وعندهم إسهال بالمنظر ده. والاقي المفاصل بتاعتهم اتعوجت كمان، ما يعني مش قادرين يقفوا وبقت مفاصلهم اتعوجت. والاقي الفرخ بدأ يعرج، ما عادش قادر يقف، بيمشي بيعرج وهو ماشي، ده لو حتى لسه بقى عايش وبيتحرك. وما بيظهرش الامراض دي كلها الا بعد 5 أو 10 ايام. يعني طول ما انا اول ما جايبه الكتكوت شايفاه حلو وبيجري وما فيهوش اي حاجه وسليم وما فيهوش اي حاجه، الاعراض بتاعه السالمونيلا اللي هو شايلها من امهات وهو طالع من البيضه والحاجات دي كلها ما بتظهرش عليه. يعني السالمونيلا ما بتظهرش الا بعد 7 10 ايام بالكتير، ابدا الاقيه بقى بدا يحصل له كل الاعراض اللي انا شفتها وقلت عليها دي
جناحه يدلدل، ما بياكلش، مغمض، نعسان، حاجات كتيرة، الإسهال الأبيض، كل ده. ايه بقى هنقول العلاج بتاعه؟ هنعمل ايه عشان نعالج مرض السالمونيلا ده؟ اول حاجة بختار امهات سليمة خالية من الامراض، فبالتالي لما بتبيض بيضة سليمة بتبقى ما فيهاش ميكروب، وبرضه اما تطلع هتطلع كتكوت سليم ما فيهوش اي ميكروب. وده بتبقى من مين بقى؟ صاحب المعمل اللي عنده امهات وبتطلع الحاجات دي بتبقى مسألة ضمير بقى، هو اللي ايه المفروض ينقي امهات سليمة عشان تطلع لنا حاجات سليمة والناس بعد كده ما تتأذاش. تاني حاجة الحضانات اللي هحط فيها الكتاكيت، لازم لو اني جايبة كتاكيت ولا اي حاجة من بره، لازم قبل ما احط الحاجة فيها لازم اطهرها الاول واعقمها قبل الاستخدام. قبل الاستخدام لازم اعقمها، عشان لو كان فيها قبل كده كتاكيت كان عندها الميكروب ده ما يتنقلش للكتاكيت الجديدة بتاعتي. فلازم اعقم المكان عشان يتحطوا على نظافة. طب بالنسبة لتلوث العلف، بحاول احط لهم بقى ايه؟ علف نظيف مش مركون ولا حاجة. ما كانش عندي قبل كده مثلا شكارة مركونة من الفراخ اللي فات او قديمة او حاجة اقوم احط لهم منها، لا، لازم احط لهم حاجة علف نظيف ما يكونش فيه سموم ولا اي حاجة. ولازم اطهر العلافات والسقايات قبل ما استعملها. يعني لو كان عندي برضو كنت عامله دوره فراخ قبل كده وشلت من قدامهم العلافات والحاجات دي ما تجيش استعملها على طول، لازم قبل ما استعملها اطهرها بالكلور واعقمها كويس وانشفها واحط لهم منها. طب بالنسبه للحشرات، الحشرات والفئران لازم اقفل المكان كويس، اقفله بالسلك، اقفل البيبان، ما اسيبلهمش مكان يدخل منه الحشرات ده او الفئران. وبعدين يعملوا فضلات في المكان بتاع الفراخ والكتاكيت تنقر فيها تاكلها، وبعد كده بتنقل لهم العدوى لانهم بيبقوا جايين من بره شايلين عدوى وشايلين بلاوي، وبعد كده هم بياكلوا منها فبيصابوا بمرض السالمونيلا، لان السالمونيلا دي تسمم برضه. فلازم المكان ما يسمحش بدخول اي حاجة من الكائنات دي، ما يسمحش بدخول اي حاجة من الكائنات اللي بره دي، سواء حشرات، صراصير، زواحف، فئران، اي حاجة من اللي بتنقل العدوى. ومن اي طائر سواء حمام او عصافير، لانه قلنا برضو ان هو بيخرجوا الطيور اللي هي بتطير وبتخرج وبتيجي دي بتنقل العدوى من عند حد يكون عندهم طيور مصابة، وبتيجي تنقلها وبتعرض الفراخ اللي عندي للعدوى، او بتنقل لها العدوى من بره لجوه، وده عن طريق ان هم بيعملوا حمام في المكان والكتاكيت بتاكل منه فبيصابوا بالمرض ده او بيصابوا بالعدوى. فعشان كده لازم اطهر المكان واعقمه والعلافات والسقايات، واقفل المكان كويس عشان الحشرات والفئران. ايه بقى العلاج اللي احنا نستعمله؟ احنا قلنا ان احنا بنقول ايه المرض وايه اسبابه وايه علاجه، سواء بالاعشاب وسواء بالعلاج البيطري. هنقول ايه العلاج بقى بالاعشاب. اول حاجة بستخدم مغلي البقدونس. عندي بقدونس اخضر مش من ناشف، بقدونس اخضر، بجيب ربطتين ولا 3 ولا حاجة واغليهم جامد واغطي بالغطا بتاعهم عشان الفايدة بتاعتهم. اغطي الحلة بالغطا لغاية ما تغليلها شوية وتبقى شوية مركزين كده. باخد منه بقى المية اللي انا عملتها دي، بقسمها لمدة 3 ايام على 3 ايام، اخد منها كل يوم شوية وعين الباقي في التلاجة واحطه على السقاية، اكمل عليها مية واحطها في السقاية واديلهم منها لمدة 3 ايام. وبستخدم كمان خلطة الثوم والبصل والخل اللي احنا عارفينها في كل حاجة بنعملها، سواء الحاجة عندها ميكروب ما عندهاش اي حاجة، انسب حاجة واجمل حاجة خلطة الثوم والبصل عشان تنظف بطنهم من الميكروب وتقوي مناعتهم وتساعدهم ان هم يقاوموا المرض ده. احط لهم كمان معلقه خل كبيره في الميه كل كام يوم، يعني كل يومين 3 احط لهم معلقه خل في الميه. ده عشان ايه؟ الخل يقتل السموم. واعمل لهم في الاسبوع، يعني كل يوم في الاسبوع احط لهم مره او مرتين مغلي شيح عشان ينزل اي ميكروب ويطرد الميكروب اللي في بطنهم او اي حاجه فيها سموم او كده. طب انا عايزه استخدم لهم علاج بشري البني ادمين بيستخدموه،
انا ممكن اديلهم في المية او في السقاية حباية انتينال او فلاجيل، ده عشان تطهير البطن او مطهر معوي. انا عندي هنا انا بستخدم قصده اللي هو الشيح، عايزة اعمل الشيح وده نتيجته اجمل واحسن من اي علاج. اعمل لهم الشيح، عايزة استخدم معاه انتينال او فلاجيل، ماشي استخدمه مفيهوش اي مشكلة. وبعصر لهم في بتاع السقاية برضو كل كام يوم ليمونة في السقاية، لأن الليمون جميل جدا وبيقتل أي ميكروب. يعني أنا طول الأسبوع عمالة أعمل لهم مغلي بقدونس 3 مرات، أعمل لهم مغلي شيح مرة، أعمل لهم أعصر لهم ليمونة في المية، أعمل لهم حباية أنتينال أو فلاجيل، أعمل لهم خلطة الثوم بالبصل معاهم كده لحد ما يشفوا تماما وتغير لون حمامهم ويفوقوا معانا كده وتعدي معانا على خير. طب انا اتكلمت كل دون، انا قلت العلاج بالاعشاب كده. في ناس تقول لك انا عايزه علاج بيطري برضو يكون اسرع او حاجه، هقول العلاج البيطري ده اسمه بان فلور. فانا بس انا ما بلجأش للعلاج البيطري ده الا اذا بقى لو الحاله سائد جدا وانا قعدت استخدم الاعشاب واستخدم الحاجات دي كلها وما نفعتش، فبحاول بقى اجيب علاج البيطري. بس احنا لو مشينا صح بالحاجات دي مش هنحتاج برضو للعلاج البيطري. وبكده الفيديو انتهى. ولو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا شير كتير عشان كل واحد يستفاد. ولو عند اي حد عنده دواجن ولا اي حاجة مش عارف دي علاجها ايه او اسبابها ايه او كده، يستفاد منها ونفيد بيها الناس زي ما احنا استفدنا. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.